أذكرها في صحيح الجامع، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن صاحب الشمال يرفع القلم 6 ساعات. صاحب الشمال يعني ايش يا صاحب الشمال؟ يعني الذي يكتب سيئات، فإن رجع وإلا كتبت عليه، يعني حتى ما تكتب مباشرة لعله يرجع فتكتب حسنة. لأن من رحمة الله عز وجل أن من ارتكب السيئة إذا ذكر الله واستغفر لذنبه يغفر الله له، وإذا تاب الله عز وجل يبدل الله سيئاته حسنات. هذا شيء ما أعظم الله عز وجل وما أرحمه وما أحلمه. حقا ربنا جل وعلا أرحم الراحمين. لذلك الذي يعصي الله عز وجل وهو أثناء ارتكاب المعصية ربنا جل وعلا يمده بالنعم. هل الذي يرتكب المعصية يتوقف قلبه؟ ينقطع نفسه؟ تتجفف عروق الدم في عروقه، يجف الدم في عروقه؟ لا، يسمع ويبصر ويتنفس ويتحرك قلبه ودمه يتحرك وهو يعصي الله عز وجل، فيمده الله بالنعم وكان هو في أثناء معصيته، ومع ذلك يدعو إلى التوبة، بل ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. وجعل باب التوبة ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب. وإذا تاب العبد فإن الله يفرح بتوبته ويحبه، لأن الله يحب التواب ويحب المطهرين، ويبدل سيئاته حسنات. فحقا لا يهلك على الله إلا هالك.